السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم شيماء بكر من مطبخ زمزم وبلاد. نبدأ كده معانا الفيديو ونقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بصوا بقى، احنا هنعمل كده ايه، يعني حاجة حلوة على البارد كده. بتحتاجش فرن ولا حاجة. هنقول بسم الله هنحط هنا كده ايه في الكزرولة او في الحلة او اي حاجة. هتحطي نص كوباية دقيق، وهتحطي نص كوباية سكر، وهتحطي كمان نص كوباية كاكاو خام، وهتحطي فانيليا، وهتحطي كمان ايه 3 كوبايات لبن او كوبايتين ونص على حسب يعني. تمام. وهنحط بقى طبعا كل المكونات ديت على بعض كده، هنقلبها كده خالص على البارد. هتقعدي تقلبي فيها لغايه لما الكاكاو يدوب وكده. اول ما تحطيهم هيدوا شكل كده يعني مخرز وحاجات كده. بعد كده لما يتقلب هيدوب كله. بعد كده هنرفعه على النار. تمام، لغايه لما يوصل القوام اللي هو العامل زي اللهم صل على سيدنا محمد، زي المهلبيه كده. تمام، هيتقل معانا. هنحط هنا 3 كوبايات ميه. لو وصلتي بقى لحد هنا يا ريت تحطي اللايك، ما تنسيش، عشان قلت لكم قبل كده انتوا بتتفرجوا بتنسوا تحطوا اللايك. فضلا منكم وليس امرا. ربنا يبارك لكم يا رب ان شاء الله كده. وعايزاكم تدعوا لي ان ربنا يشفيني ان شاء الله. علشان اقدر ان انا يعني اواصل معاكم وانزل لكم فيديوهات. يعني ايه، هحاول مثلا انزل كل 3 ايام. على اقل حاجه يعني ان انا انزل كل 3 ايام مثلا فيديو. ولو لقيت تفاعل ربنا يسهل. انتوا زي ما انتوا عارفين، لما بيكون في تفاعل بيشجع، بيخلي الواحد ان هو ايه ينزل دايما يعني. بس فعشان فاجئ ربنا ان شاء الله ان القناه تكبر تشتغل باذن الله، بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم بيكم. بس كده يعني هنحط بقى الفانيليا من زي ما قلت لكم. هنقلب بقى زي ما قلت لكم كده على البارد. هتقلبي بقى خالص لغايه لما يدوب. ودي هي قطعه زبده كده، مكعب زبده واحد بس هتحطيه. هنقعد نقلب بقى كده فيها لغايه لما ايه، كل الحبيبات اللي انتوا شايفينها دي هتفك كده خالص. وبعد كده بترفعيها على النار. ليه بنقلبها كده؟ علشان ما تكلكعش معاكي. لو حطيتيها كده على النار، لو هي زي ما هي كده هتكلكع معاكي كده وهتتكتل، يعني تبقى تكتلات. بس فهنحط بقى دي كده اهوت. هي خلاص فكت معانا كل حاجه. تمام. وهنرفعها بقى على النار كده. يعني ولا نار عاليه ولا نار ايه يعني بطيئه خالص، نار متوسطه. علشان ما هتلاقيها برضو كلكعت منك خالص ومش هتعرفي ايه تفكيها. فهنخليها نار متوسطه. تمام. بس كده هتقلبي بقى فيها لغايه لما هتلاقي القوام لوحده كده ايه تقل. تستعجليش يعني. بس دي حاجه بسيطه كده تعمليها للاولاد وتفرحيهم. هتحطيها طبعا في التلاجة، فتبقى حلوه طبعا في الحر اللي احنا فيه دوت. بس ويفرحوا بيها، ومفيده، وجايبه عاملاها في البيت بنفسك ومش مكلفه خالص. يعني كل حاجه موجوده في البيت، اللبن والدقيق والكاكاو. لو ممكن بس لو انت ما عندكيش كاكاو تجيبيه من بره. والزبده طبعا موجوده، وممكن تستغني عن مكعب الزبده ده خالص نهائي، يعني مفيش مشكله. تمام. بس هو بقى كده ابتدى اهو يتقل زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى احط ايه مكعب الزبده. تمام، زي ما قلت لكم ده اختياري مش اساسي يعني. مش اساسي في الوصفه. بس هتقعدي برضو تقلبي لغايه لما القوام هتلاقيه تقل معاكي خالص. اهو بس كده هو كده قل. وحطينا بقى الزبده. طبعا بتحطيه في بايركس او صينيه، وتدخليه التلاجة يجمد شويه. بعد كده بقى بنعمل ايه، الطبقه التانية اللي هي بتبقى عباره عن ايه. بتبقى عباره عن كوبايتين كريم شانتيه، وهتحطي كمان كوبايتين ميه متلجه او لبن متلج. ده او ده اللي موجود عندك هتعملي بيه. تمام. بس كده. دي الطبقه التانية. الطبقه التالتة برضو هتعملي طبقه شوكولاته. لو انت عندك شوكولاته. انا كان عندي شوكولاته صراحه نوتيلا حطيتها لانها كانت بقالي كتير وعايزه يعني عايزاها تخلص. تمام. فحطيت منها نوتيلا. انت ممكن تعملي بقى اللي هو برضو هتعملي نص. لو عايزه تعملي صوص الشوكولاته دوت سهل جدا. برضو على النار هتعملي نص كوبايه كاكاو، ونص كوبايه سكر، ونص كوبايه لبن بودر. تمام. ونص كوبايه زيت. تمام. انا اسفه، انا قلت لكم على البوتاجاز ايه، لا هتضربوهم في الخلاط. تمام. زي ما قلت لكم نص كوبايه سكر، نص كوبايه سكر، نص كوبايه زيت، ونص كوبايه لبن بودر. وهتحطي كمان نص كوبايه اللهم بارك، يعني زي ما قلت لكم لبن بودره ومربع وزيت. تمام. وهتضربيهم كلهم في الخلاط. تمام. وكاكاو خام، ونص كوبايه كاكاو خام. وهيطلع معاكي بقى الخليط اللي هو ايه صوص الشوكولاته الاقتصادي بتاعنا ده العادي يعني. بس انا كانت عندي نوتيلا. لما كانش عندي نوتيلا كنت هعمل اللي هو الصوص اللي هو الجاهز ده اللي بيتعمل في الخلاط، يعني بيبقى طعمه جميل جدا. بس هنا كنت حطيت الخليط اهو معاكم. خلاص بقى حطيته سخن عادي. بتحطيه بقى تدخليه يبرد بره. بعد كده بتدخليه التلاجة يجمد شويه. انا كان عندي بقى هنا ايه الكريم شانتيه دوت. وكان عندي حبه صغنين برضو ضربتهم وحطيتهم معاهم. يعني ما عملتش صراحه، كان عندي في الفريزر طلعتها وقلت استخدمها.
ودي النوتيلا زي ما قلت لكم برده سيحتها، عملتها على حمام بخاريه كده ميه سخنه، وحطيتها فكت خالص وحطيتها، يعني حطيتها من على الوش، وكان طعمها جميل جدا، كانت حلوه جدا، عجبت الولاد ما شاء الله. بس فانت ممكن تعملهم اي حاجه في البيت يعني بتساعدهم وتبقى حلوه كمان ومش مكلفه عليكي. زي ما قلت لك بديل الشوكولاته زي ما قلت لكم الصوص العادي اللي هو هنقوله لكم تاني، نص كوبايه زيت ونص كوبايه كاكاو خام ونص كوبايه لبن بودر ونص كوبايه سكر في الخلاط، هيطلع احلى صوص شوكولاته معاكي. تمام. وتحطي فانيليا لو عايزه. تمام. بس هنا كنت بقول لكم بقى، هنا بحط طبقه الكريم شانتيليه في النص ديت. تمام. ونفردها بقى كده كويس ونوزعها، وبرده بندخلها التلاجة تاني. بس انا طبعا عشان الولاد شايفيني بعمل حاجه حلوه فمش هيستنوا يعني ما فيش بقى، عايزين يدوقوها طالما انا بعمل قدامهم حاجه حلوه بيبقى عايزين ياكلوها يعني، كل الاطفال كده. بس فطبعا حطيتها كده بقى، سويت الطبقه اللي من على الوش دي كده عشان يبقى شكلها حلو. هي كده كده مش هتبان، بس عشان ايه احط في كل الفراغات يعني. تمام. بعد كده هحط بقى، انزل بايه بالشوكولاته بس كده مع الوش. التزيين بقى اللي على الوش ممكن تقدميها كده عادي، تحطيها عادي، بس لو انت عندك بقى، انا كان عندي اللي هو الفورماسيل دوت حطيته عندك، اللي هو فيه اللي هي الشوكليت شيبسي الصغنونه خالص دي، عايزه تحطي منها اللي ولادك بيحبوه حطيه، يعني مش اختياري مش شرط، يعني اللي موجود عندك حطيه مفيش اي مشكله خالص. بس وحطيتها لهم بقى وزينتها لهم كده، وكان طعمها جميل جدا وعجبتهم. وكمان انتوا لو عملتوها هتعجبكم جدا، لو ولادكم بيحبوا الشوكولاته يعني هتعجبهم جدا، ولو انتوا كبار برضو بتحبوها هتعجبكم والله. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي وتشتركوا في القناه وتحطوا اللايك عشان انتوا بتنسوا، معلش ربنا يبارك لكم. وبس، وتفرجوا على الفيديو، واتمنى ان انتوا الوصفه تعجبكم يعني. بس بقى هنا ايه بقى، دقناها ودوقت الولاد بس يعني فرحوا بيها جدا، وطعمها حلو جدا، جميله جميله، طعمها جميل جدا يعني. اللي بيحب الشوكولاته، انا عن نفسي بحب الشوكولاته قوي بس عجبتني، بس يعني ماليش ناكل مثلا منها مره اتنين وخلاص على كده. لكن طبعا اللي بيعشق الشوكولاته ده ما، يعني في ناس بتحب الشوكولاته وما تبطلهاش، يعني تحبها تاكلها تزهقش منها، لا انا ما اكلش منها كتير يعني، ادوقها مثلا مره اتنين وخلاص على كده. بس كانت الوصفه حلوه جميله، جربوها ومتنسوش اللايك يا بنات، ربنا يبارك لكم عشان القناه تكبر. وبس فضلا منكم وليس امرا يعني. بس ده كان الفيديو بتاعي، يا رب يعجبكم، وزي ما قلت لكم شجعوني بقى بتعليق حلو كده، ولايك علشان اعرف ان انا ايه، انزل لكم فيديوهات كتيره، عشان بس اليومين دول كده الواحد مضغوط شويه، فاتمنى انتوا تشجعوني عشان اعرف انزل فيديوهات. ربنا يبارك في عمركم يا رب، يحفظ لكم اولادكم ان شاء الله. وبس ده كان الفيديو بتاعي، حاجه سهله وبسيطه من البيت وهتعجب ولادكم جدا، يفرحوا بيها. صدقوني الوصفه سهله وبسيطه، بتاخدش معاكي وقت خالص، يعني خالص يعني. ده كان الفيديو بتاعي، والسلام عليكم ورحمه الله.